وانا دلوقتي هعمل ايه بالفيدباك دوت؟ ده كده هينقلنا للمرحله الثالثه انا وهي الكنترولر. طيب ايه معنى الكنترولر؟ فاكر لما شرحت لك قبل كده ان احنا ممكن نستخدم مايكرو كنترولر زي الاردوينو او الريسبيري باي او الاي اس بي 32؟ ده الكنترولر بالنسبه لنا في المثال اللي احنا بنطرحه دوت، او حتى في المشروع اللي احنا شغالين عليه. طب ايه فائده الكنترولر هنا؟ هنعتبر الكنترولر دوت بالنسبه لنا عباره عن بلوكايه داخل لها 2 انبوت، وعندك فيه خارج اللي هو عباره عن الاوتبوت اللي رايح للدي سي موتور بتاعك. طبعا احنا عرفنا من خلال الشرح الكلوز لوب سيستم اول دخل معانا للكنترولر انا وهو الفيدباك اللي هيعرفك حاله السيستم دلوقتي هي عباره عن ايه. ثاني دخل معانا للكنترولر دوت حاجه بتسمى بالسيت بوينت. طب يعني ايه سيت بوينت؟ دلوقتي انا قلت لك عايزين نتحكم في دي سي موتور ونتحكم في الزاويه بتاعته، هو حاليا عند الزاويه 0، عايز تديله الامر ان هو يوصل عند الزاويه 30 او مثلا الزاويه 50، فبالتالي السيت بوينت بتاعتك ديت هي الامر اللي انت هتديه للكنترولر بحيث ان هو يودي الدي سي موتور بتاعك عند ال 30 او عند ال 50 الزاويه اللي انت حددتها. فبالتالي دي المهمه اللي المفروض الروبوت يروح لها، بيبدا يقارنها طبعا بالفيدباك اللي راجع لك، وبيبدا على اساسهم يدي الاكشن او الاوتبوت اللي رايح للدي سي موتور.